وهي واقفة في المطبخ لقت فجأة وشوش طالعالها من الأرض والحيطان. دي حكاية ماريا فيريرا. ماريا ست بسيطة عايشة في بيت صغير في جنوب أسبانيا، ولا ساحرة ولا مجنونة ولا حتى بتحب تشوف أفلام رعب. لكن في يوم دخلت المطبخ في بيتها تعمل أكل لولادها، وقفت فجأة واتجمدت مكانها. شافت وشوش بني آدمين تطلع من الأرض ومن الحيطان. الوشوش مرسومة ببقع رمادي وسودة، بس التفاصيل مرعبة. عينين واسعة، بق مفتوح وبيصرخ، وش بيبصلها، كأن الوشوش دي في أرواح جواها. جريت على جوزها ونادت على ولادها، كلهم دخلوا وشافوا نفس المنظر. مسكوا الجردل والمية والصابون وقعدوا يغسلوا الأرض والحيطان بالساعات، لكن الوشوش ما بتروحش. بالعكس، الوشوش بقت بتظهر أكتر، كل شوية يظهر وش مختلف عن اللي قبله، ملامحه حزينة وعين مقفولة كأنه نايم ومش عايز يصحى. الخبر انتشر في القرية، والناس بدأت تيجي من كل مكان عشان تشوف الوشوش دي بنفسها. رجال الدين والشرطة، الصحافة، العلماء، الباحثين، كله كان بيجي يتفرج ومش لاقيين أي تفسير. فقالوا نهدى شوية ونشيل الأرض كلها ونعمل أرضية جديدة من الصفر. وفعلا الأرضية اتشالت والحيطان اتشالت وحطوا مكانها بلاط جديد، لكن وهم لسه بيقفلوه الوشوش بدأت تظهر تاني، وشوش محدش شافها قبل كده. ماريا ما كانتش عارفة تنام، كانت بتصحى كل يوم على وش جديد. ورجال الدين قالوا إن البيت ده معمول فوق مقبرة قديمة والأرواح مش ناوية تسكت. والعلماء قالوا ماريا دي بتضحك عليكم، أكيد في مادة كيميائية أو رسومات تحت البلاط. لكن الغريب إن كل التحاليل وكل المعامل وكل التجارب طلعت نتيجتها واحدة، مفيش أي تدخل بشري. عدت السنين وماريا فضلت عايشة في البيت ده مع الوشوش والرعب، وما قدرتش تسيبه، وكأنها كانت محبوسة في لعنة لحد ما ماتت. بس البيت لسه موجود والوشوش لسه بتظهر. كل اللي راح هناك شاف الوشوش اللي بتتحول. ودي كانت حكاية ماريا اللي شافت كل أشكال الرعب في بيتها. لو حصل لك كده زي ماريا هتعملي ايه؟ متنسيش تتابعيني في بطلة الحكاية عشان كل واحدة عندها حكاية تستاهل تتحكي.